متحف المحنطات. انا هنا يا جماعه هوريكم حاجه عمركم ما شفتوها في حياتكم، الخواجه. تعالوا كده. بص ملك المحنطات في مصر، اسطوره خواجه، وهو اصلا خواجه حبيبي يعني. هو انا ما اعرفش هو بيعرف يتكلم انجليزي ولا لا لا بس لكن حبيبي. هو خواجه في مهنته. قول لي بقى الحاجات حبيبي. دي بتحنطها ازاي؟ مش عايزينك تقول لنا بقى سر التحنيط. تمام اجيبها لك ازاي يعني؟ طيب احنا مش هنقول لك بقى افشلنا عن سر التحنيط، لكن انت بتحنط ازاي؟ كل حاجه اه ليها طريقه تحنيط معينه غير التانيه. ازاي بقى؟ عامه كل باربع رجول كل باربع رجول بطريقه، اه وكل ما هو ليه ريش وشعر بطريقه تانيه خالص، كل الطائر بطريقه تانيه خالص. اه يعني دي حاجه انت ودي حاجه. بتشتري يا خواجه انا بشتري ميت الميت بقى المزارع وفي سوق الجمعه، واي حد بيموت من عنده اي حاجه بيتصل عليا. والله بروح يعني انت معروف اصلا؟ معروف في يعني المجال ده. انت الحنوتي بتاع المجال ده بتاع الحيوانات صح؟ هو ده حنوتي الحيوانات يا جماعه. اي حد بيموت عنده كائن نادر هو بيديهوله، وهو الراجل واي حد بيحوله لمتحف فن. يعني بصوا، واي حد بيموت حاجته هو بتبقى عزيزه عليه بحولها له هو. ده انت محنط الكلب؟ الكلب بتاعي ده كلب حقيقي؟ حقيقي. ده الكلب بتاعك؟ ما حنطه. لا تعال حنط. ده الكلب بتاعك؟ الكلب بتاعي ميشو والله. وحنطه وعندي حاجات عزيزه عليا قوي. ده كان عزيز عليك قوي بقى؟ حبيبي. ليه بقى يعني؟ ايه درجه المعزه اللي وصلتك لدرجه ان انت تحنطه؟ بص، هو عامه بين الحيوان والبني ادم، الحيوان احن للبني ادم من البني ادم اللي زيه. عاشق الحيوانات يفهم كده. عاشق الحيوانات. انا عندي كلب فانا فاهمك وعارف انت. ايوه. ده كان ممكن يكلمني اكلمه، يفهمني افهمه والله بنظرة طب العين. وانت واقف قدامه كده افتكرت ايه؟ هو حبيبي بجد. لا افتكرت ايه؟ افتكرته عايش وحبيبي وكلامه، لان انا كنت مدرب كلاب اصلا. بس عملت قلب مفتوح ووقفت تدريب. انت فاهمني؟ لان هي شغلانه صعبه، موضوع التدريب الكلاب ده قوي قوي قوي، بتاخد مجهود جامد قوي. انا وقفت تدريب. لو هتقول له حاجه دلوقتي وهو قدامك ميشو، هتقول له ايه؟ حبيبي. الله عليك، الله عليك يا خواجه، والله العظيم ثلاثه. لا انت اللي حبيبنا، انت اللي ملك والله. الراجل ده يتقدر بذهب، تقله هو تقل ذهب. فنان، وايده دي حبيبي 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 تتلف في حرير. يعني المفروض احنا بقى ناخد النوادر دي ونهتم بيها جدا. تعالى كده نبيل، ايه اغرب حاجه من الحاجات اللي انت؟ ده دي نعجه. ايوه. بس النعجه دي لسه عاملها جديد. النعجه دي شاريها ميته. مش مصريه صح؟ لا مصريه، بس انا شاريها ميته. بس النعجه بقى، النعجه دي بتتعمل ازاي؟ كل ما 4 رجول بيتسلخ سلخه عادي خالص. تمام. باخد منها الراس، اول الرجول من تحت لحد هنا. تمام كده. باخد منها الفروه بتاعتها. وبعد كده بتخش الدباغه، بدبغها. تمام. وتطلع لي جلد، وبعد كده اعمل لها قميص حديد جوه. هي فيها قميص حديد جوه عشان اعملها بالشكل اللي انا عايزه. الله عليك. تقف كده، تنام، تبص كده، تعمل كده. انت فاهمني؟ ده ايه ده؟ نعم، ده نمس. في ناس بتيجي تاخد من عندك الحيوانات محنطه تحطها عندها طبعا. كل الناس صور كل الناس بتاخدها زي تحفه. ما هو ده سوق الانتيكات. انا ايه اللي جابني هنا؟ اما سمعت عن السوق ده، سوق الانتيكات، فجيت لان انا حاجتي هنا فعلا انتيكات. هي حاجتك انتيكات بصراحه، يعني حاجتك تتقيم يعني. بصوا تعالى كده نبيل اوريك فن جميل قوي. بصوا ده عقاب صح. عقاب. وبصوا حاطط فريسه تحته اكني بياكل. مع الفريسه بتاعته. ده فن برضه. حتى نظره العين ولوحه الدماغ حاجه هتوطي هتاخد الفريسه بتاعتها. ده فن بجد يعني. حتى التحنيط مش تحنيط وخلاص. اغرب واحد جاب لك حيوان وقال لك حنطوله؟ ما هو بص، مش كل اللي انت بتحنطه انت بتروح تجيبه. انت فاهمني؟ لكن في ناس حصان. حنطت حصان. كان معايا هنا السبت من 4 أسابيع كده، كنت حاطه هنا والله. جبته معايا لان هو استلمه من هنا. حصان. لكليه الطب بتاعت بدر.
هم اللي بعتوا لي حصان وحنطته لهم وجم استلموه من هنا. والله حصان يا جماعه خواجه، صورني يا ابني جنب الخواجه يا ابني، والله العظيم حبيبي يا كبير. لازم اصور جنب الراجل ده. حبيبي يا كبير. هنا بقى المزاج كله بقى. صور لي المزاج كله. بص بقى، بص بيشيش طبعا. بصوا محمد، الراجل ده ملوش حل. والله يعني احفظوا الاسم الراجل ده. حبيبي اسمه محمد الخواجه. ده متحف بقى، ده لوحده متحف. دي راس غزاله مها. ده قرن طور اللي بيجي مستورد من بره. تمام. بروح انا المجازر اشتري القرون واشكلها كده. هي بتبقى جايه فردان، انا اللي بشكلها بالشكل ده. وانا اللي بعمل لها الفرو ده. دي راس معزه رشيده. في حد ما يعرفش رشيده؟ رشيده وبكار وبتاع. دي دماغ خروف. ده انا كنت جايب دماغين من مطروح. يعني انا لو جبت لك راس خروف هعمله لك. هتعمليه بكام؟ يعني هيتكلف بتاع 500 جنيه والله. وبالشكل اللي انت عايزه، فاتح بقه وقافل بقه ومغمض عين مفتح عين. ده انت كمان بتخير الناس. ايوه يا باشا، اللي هو عايزه. يعني هقول لحضرتك حاجه، لما حد بيموت عنده حاجه بقول له احسن وضع انت كنت بتحبه هو عايش ازاي، يقوم قايل لي عليه اعمله له اكنه بالظبط عايش. انت بتحبه في الوضع ده، اعمله في الوضع ده. لا ده انت جميل حبيبي، انت اجمل حبيبي، شرفتنا كبير.